أهلًا، أهلًا بمتابعيني الحلوين. بنت جميلة بتقع في حُب زميلها في الفصل وبتصحى من النوم بتلاقي نفسها متجوزاه وهتتطلق منه لإنها خانته مع حد تاني، فبتحاول ترجّع علاقتها زي الأول، ولكن اللي كانت ما تعرفوش إنها مريضة. ودي قصتنا النهارده، ولكن قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وشير لأصحابكم، ويلا بينا نشوف. قصتنا تبدأ مع شان، بنت دماغها مهيبرة منها خالص، فبتعترف لزميلها جيان إنها بتحبه وبتطلب منه إنهم يرتبطوا، فبيوافق ومن فرحتها بتقع على الأرض لكنه بيلحقها فبتقرب منه. وفجأة بتصحى بتلاقي نفسها في بيت كبير وإنها متجوزة، وبتنده عليها الخدامة وبتعرفها إن الفطار جاهز، وبتفتكر نفسها في حلم وتفوق منه فبتغمض عينيها على أساس إنها تصحى، لكنها بتتفاجئ إنها لسه في مكانها. وبتستغرب الخدامة تصرفها وبتسيبها وبتمشي. بتكون شون مش فاهمة حاجة، وإن إزاي متجوزة ومتجوزة مين، لإنها امبارح معترفة لحبيبها جيان بحبها، لكن فجأة بتصحى تلاقي نفسها بنت ومتجوزة. بعت لجيان ولكن بتكتشف إنها بعتت له رسائل كتير ومش بيرد، وبتتخض إنهم في سنة 2026، يعني عدى 6 سنين هي مش فاكرة عنهم أي حاجة. فبتتصل على صاحبتها يون وبتطلب منها إنهم يتقابلوا، ولكن بتكون معاملة صاحبتها ليها جافة وبيبان إنها زعلتها في حاجة، وبتروح تقابلها وبتكون مبسوطة إنها شافتها. وبتستغرب يوم تصرفها وكأن قدامها بنت عندها 18 سنة مش ست متجوزة، وبتسألها عن السبب اللي خلاها تطلب منها تقابلها. فبتقولها إنها صحيت النهاردة لقت نفسها متجوزة راجل غني، وإنها مش فاكرة ليه سابت جيان وكانت عاوزة تتجوزه هو. فيوم بتعرفها إنها فعلا متجوزة جيان، فشون بتفرح إنها اتجوزت حبيبها، لكن بتعرفها إنهم هيتطلقوا قريب. فبتتفاجئ شون وإنها من ثواني عرفت خبر جوازها وفجأة كده هتتطلق، وبتطلب منها تحكي لها اللي حصل في خلال ال6 سنين اللي فاتوا. وبتعرف إنها اتجوزت جيان وخلفوا بنت سموها تشو، ولكن هي ليها سنة متغيرة مع جيان وطلبت منه الطلاق، وده علشان حبت شخص تاني اسمه سون. وشون بتكون مصدومة من اللي عرفته وكانت عاوزة تخبط دماغها في حاجة عشان اللي عملته مع جيان، وإنها عاوزة تسيبه وتروح لغيره. وبترجع البيت وبتكون لسه بتفكر في الكلام اللي قالته ليها يون، وبتكون مستغربة التحول اللي حصل لها. وبتشوف عربية جاية وبيكون ده جيان، وبينزل من العربية وبينزل البنت الصغننة، وبتعرف ان دي بنتها تشو. بياخدها ينيمها وبتحاول تقرب منها ولكن بيمسك ايديها وبيطلعها بره، وفجأة بيخنقها وبيهددها انها لو قربت من بنته تاني هيقتلها، وانها لو عاوزة تتطلق تمام موافق، وعلى العموم انا وقعت على اوراق الطلاق وبكده نكون اتطلقنا. وشون بتكون مصدومة من تصرفاته وكلامه ومش فاهمة هي عملت ايه لبنتها علشان يبعدها عنها، وبتقوله إنها مش عاوزة تتطلق، ولكن بيكون عارف إنها بتلعب بيه زي عوايدها، لكن بيوافق إنها تفضل معاه وبيعرفها إن دي آخر فرصة ليها معاه علشان بنتهم. وبتحاول تقرب من بنتها تشو، ولكن بتكون خايفة منها جدا وكأنها بتشوف شبح قدامها، وكل ما تقرب منها بتسيبها وبتجري وبتراقبها من بعيد، وبتكون حزينة إن بنتها بعيدة عنها. بتشوف جين وبتجري عليه وبتحاول تقرب منه وبتوعده إنها مش هتسيبه وإنها عمرها ما هتأذي بنتهم، وبتسأله إن كان لسه بيحبها بس مش بيرد، ولكن بتعرف الإجابة لأن وشه بيجيب ألوان وبيبان عليه حبه ليها. وبتقرب منه وتعرفه إنها حبته من وهم في ثانوي واستحالة تسيبه من تاني، ولكن بيبعدها عنه وبيكون رافض يقرب ليها، ولكن بتقرب منه فجأة وبتبوسه وبيستغرب تصرفاتها وإنها امبارح كانت بتلح عليه علشان يتطلقوا، والنهاردة بتتقرب منه وعاوزة يكملوا حياتهم مع بعض. وبيطلب من المساعد بتاعه إنه يراقبها، وبيشوف تسجيل فرحهم والوعود اللي وعدوا بيها بعض، وإنهم هيفضلوا طول العمر مع بعض، وإن حبهم عمره ما هينتهي. لكنه بيفتكر لما هددته إنها هتقتل نفسها لو ما اتطلقوش، وإنها بتحب سون وهتتجوزه، وبيعرف إنها غشاشة وبتلعب بمشاعره. يوم بتصحى شن تحضر الفطار وبتطلب من جيان وبنتها تشو إنهم يفطروا، فبيوافق جيان وبياخد بنته يفطرها، ولكن بتكون بنته خايفة منها ومن الأكل اللي عملته وبترفض تاكل. فبيعرفها جيان إنه هيجيب ليها أكل جاهز وبياخدها وبيمشي. وشون بتحزن جدا إن بنتها وحبيبها رافضين وجودها في حياتهم، وبتتصل على صاحبتها يون وبتعرفها إن بنتها تشو خايفة منها، فبتقولها إن جيان بيودي بنتهم لباباها ومامتها كل يوم، وإنها تروح تقعد معاها، وبتجري على بيت باباها وتخبط، وأول ما بيفتح باباها الباب وبيشوفها بيقفله تاني في وشها.
وشها. بتستغرب شون اللي حصل، فبتخبط تاني وبيفتح لها وبيسألها هي عايزة ايه وجات ليه، فبتحضنه وبتقوله انه وحشها. وبتيجي مامتها وبتفرح شون انها شافتها وبتاخدها بالحضن، وبتسألها امها هي جات ليه، ولكن بتشوف بنتها جوه فبتجري عليها وبتعرف منهم انها ليها سنة مقاطعاهم، وده بعد ما قررت انها تتطلق من جيان وتتجوز سون. وبتحاول تقرب من بنتها وبتطلب منها إنها تأكلها بنفسها فبتوافق. وفجأة بيسمعوا صوت جيان وبيقع الأكل على رجل تشو، وبيشوف جيان بنته بتعيط فبيجري عليها وبيتخانق مع شون، وإنه طلب منها إنها تبعد عن بنته، ولكن بتعرفه إنها كانت بتأكلها وإن الأكل وقع عليها غصب عنها. وبتدافع تشو عنها وبتمسك إيديها وبتكون بدأت تتقبل وجودها بعد ما كانت خايفة منها. تعرف إن جيان وتشو رايحين لحفلة تبع عائلة جيان، فبتطلب منه إنها تروح معاه فبيوافق. وبتستعد تاني يوم بتلبس اللي على الحبل وبيشوفها، ونظرته ليها زي لما شافها يوم فرحهم. وبتسأله عن رأيه فبيقول لها مش بطال بس رقبتك فاضية، وبيجيب لها عقدة تلبسه وبتكون مش عارفة تلبسه فبيلبسه لها، وبتكون مبسوطة من قربه ليها. وبيروحوا الحفلة والكل بيستغرب وجودهم مع بعض، وإن على أساس إنهم هيتطلقوا. وبتيجي ليه، ودي بقى بنت كانت عينيها على جيان ونفسها تتجوزه، بس هو اختار شون. وبترخم ليه عليها وبتسألها عن ليه جت الحفلة دي، فبتقولها والله أنا جاية مع جوزي جيان وأبو بنتي، الدور والباقي على اللي سحبة راجل في إيديها علشان تدخل. وبتتضايق ليه من كلامها. بتيجي يوم صاحبة شون وبتجري عليها شون، وبيروح جيان يقعد مع صاحبه وبيحكي له عن التغير اللي حصل لشون، وإنها صحيت في يوم وليلة كأنها رجعت شون البنت اللي 18 سنة اللي كل حياتها حيوية وحب ليه. وبتقعد شون مع بنتها وصاحبتها يون، وبتكون مبسوطة إنها قربت من بنتها كده. وبيدخل عليهم الشاب الجامد الروش سون، بس شون بتكون مش عارفاه، وصاحبتها بتعرفها إن ده هو سون اللي انتي عايزة تتطلقي من جيان علشان تتجوزيه. فبتتصدم شون إنها كانت هتسيب حبيبها جيان اللي مدوغ بنات الصين كلها ورايحة تبص للمعصعص ده، وبتقول لنفسها إنها كانت عبيطة قوي. وصاحبتها بتأكد على كلامها، بتقف مع نفسها وبيجي سون وبيقرب منها وبيسألها عن أحوالها، ولكن هي بتكون مش طايقة ولا طايقة تبص في خلقته، وبتسيبه وبتمشي، ولكن بيمسك إيديها فبترزعه بالقلم على وشه وبتعرفه إنها ست متجوزة وبتحب جوزها واستحالة تسيبه. ولكن بيقول لها إنك دايما كنت تقولي إني أحلى من جيان، فبتعرفه إنها كانت عامية وقتها. وبيكون هيقرب منها لكن شون بترفضه، فبيتعصب عليها. وبيجي جيان وبيحميها منه وبيعرفه إن دي مراته وإنه ما يقربش منها مرة تانية، ولكن سون بيعرفه إنه يسألها إن كانت عايزة مين فيهم، فبتقوله شون انت عبيط يالا ومفكرني هبصلك، وبتاخد جيان وبتمشي. بتروح شون لبنتها وبيظهر قدامها أبو جيان ومرات أبوه، وبتكون علاقة جيان وأبوه متوترة لأن مراته دايما مسخنة على جيان، وبيلقح بالكلام على جيان قدام شون وبيغلط فيها هي وبنتها. وبيجي جيان يدافع عنها، ولكن شون بتقوله سيبلي الطلعة دي، وبتهزق أبو جيان ومراته وبتدافع عن جيان وإنه كان دايما ظلمه ورماه هو طفل بعد وفاة مامته وراح اتجوز واحدة ما عندهاش أي مشاعر إنسانية وكانت بتعذب جيان. وبيعديها جيان وبياخدها وبيمشي، ولكن بتوقفه وبتعتذر له لأنها غلطت في باباه. وبياخدوا بنتهم ينيموها وبتطلب منهم إنهم يبوسوها من خدها هما الاتنين مع بعض، فبيقربوا منها ولكن بتبعد وبيبوسوا بعض وبيحسوا هما الاتنين بالإحراج. وبيمشي جيان وشون بتكون مبسوطة من اللي حصل. تاني يوم بتروح شون لبنتها في الحضانة وبتلاقيها بتعيط ومجروحة في راسها، وبتعرف إن في طفل ضربها وخد لعبتها. وبتيجي أم الطفل وشون بتتخانق معاها وبتطلب منها إنها تعلم ابنها الأدب، ولكن الست دي بتكون بجحة قوي وبتسأل ابنها عن اللي حصل، فبيقول لها إنه كان عاوز بس يشوف لعبتها لكنها ما ردتش عليه فخدها منها ووقعت. فبتقول لها سمعتي، يعني ابني مش غلطان وإن بنتك هي اللي ما ردتش عليه. وبتكون تشو عندها مشكلة في الكلام رغم إن سنها 4 سنين، ولكن لسه ما اتكلمتش، فبتتضايق شون منها ومن بجاحتها وبتضربها بالقلم. وبتيجي البنت ترده لها وبيمسك جيان ايديها، وبتتصدم البنت إن شون تبقى مرات الرئيس جيان، وده لأن زوجها هيمضي معاه عقد النهاردة، ولكن بيعرفها إنها غلطت في بنته ومراته. وبتعتذر إنها ما كانتش تعرفهم، ولكن بيرفض يسمع ليها. وبيجي اتصال من زوجها بيطلقها بسبب اللي عملته، لأن
جيان فسخ العقد أو البيت، وبتحس شون بوجع في ظهرها وبيعرفها جيان إنه هيجيب لها مرهم وبيقرب منها وبيحطه لها، ولكن بتحس بإحراج وبتعرفه إنها تحط لنفسها. وبتحلم شون باللي حصل وإنها رمت بنتها من فوق البلكونة، وده لإنها كانت عاوزة تتخلص منها علشان تتجوز سون. وبتصحى وهي مصدومة إنها عملت كده في بنتها. بتروح لصاحبتها يون وبتكون جابت ليها شغل تصوير موديل، وده لأن شون شاطرة جدا في التصوير وخدت جوايز كتير. ولكن شون بتفتكر إن صاحبتها بتطبل لها قدام الموديل، ولكن بتعرف بجد إنها فعلا خدت الجوايز دي. وبتبدأ شون تصور وبتعجب الموديل بتصويرها. بترجع البيت وبتعرف إن بنتها نامت وإن جيان اتصل وعرفهم إنه هيتأخر النهاردة، فبتقرر تستناه وتنام على نفسها. وبيجي جيان ولكن بيكون سكران، وبتدخله الأوضة وبتقرب منه ولكن بيفتح عينه، فبتبعد وبتكون ماشية. ولكن بيمسك إيديها وبيسألها إن كانت هتسيبه زي ما مامته سابته وهو صغير، وبيعيط وبيعرفها إنه بيحبها ومش عاوزها تسيبه وتروح لسون. وبياخدها في حضنه، فبيصعب عليها وإنها عملت كده فيه، وبتوعده إنها عمرها ما هتسيبه وإنها هتكمل حياتها كلها وهي معاه. وبتنام جنبه وبتصحى تاني يوم بيكون مبسوط إنها جنبه. بتفتح عينيها وبتعتذرله إنها نامت جنبه وإنه جه سكران فراعته ونامت على نفسها من التعب. وبتقعد شون مع بنتها وبيكون جيان عاوز ياخدها للحضانة ولكن بترفض، وبتكون عاوزة تقعد مع شون فبيوافق، ولكن بيعرفهم إنه بكرة هترجع تاني للحضانة. وبتقرر شون إنها تعمل مفاجأة ليه، وبتروح حياة شو الشركة وبتوديله الأكل. وبتوصل الشركة وبيقابلها سون وبيحاول يجر ناعم معاها، وبيفتكر إنها بتتقل عليه علشان يعرف إنها مش سهلة. ولكن شون بتقوله لو ما بعدتش عني، عارف جسمك المعصعص ده هقسمه نصين. وبتسيبه وبتمشي، وجيان بيكون شايف اللي حصل وبتروح تديله الأكل وبتكون مبسوطة إنه راضي ياكل أكلها. بتسيبه بعد كده وبتودعه، وبيحاول يلاقي حجة بإنها تجيله كل يوم بالأكل، فبيقول لها إنه عاوزها تجيب له بنته لإنها بتوحشه. وبتفهم شون قصده وبتوافق. وبيجي اتصال لشون من بنته وبتقول لها إنهم عاوزينها في شغل، وبتروح تقابلها وبتعرفها إنهم شركة صغيرة وإنهم محتاجين مصورة معاهم، وإنهم سمعوا عنها وعن جوازها. وبتديها العقد، ولكن بتتفاجئ شون إن مرتبها مبلغ كبير جدا. ولكن بتعرف البنت إنهم رغم صغر شركتهم إلا إنهم بيتعاملوا مع أكبر البراندات في المجوهرات. فبتوافق شون وبتمضي على العقد. بيشوفها شيان وصاحبه وبيستغربوا وقوفها مع البنت دي، وده لأن البنت دي تبقى سكرتيرة سون. ولكن شون ما تعرفش إن الشغل تبع سون، وبتكون بتفكر هتقول لجيان إيه. فبتقرر إنها تجيب له هدية وتجيب له ساعة وتهديها له. وبيسألها عن المناسبة فبتقول له عادي، هو لازم يكون في مناسبة علشان أهدي حبيبي هدية. ولكن بيكون متضايق إنه شافها مع سكرتيرة سون وبيفتكر إنها رجعت له وبيعاملها بطريقة جافة. فبتتضايق منه وبتسيبه وبتنسى تقوله على موضوع الشغل. تاني يوم بيستعد جيان لشغله وبتاخد شون بنتها للحضانة. بتعرف جيان لو مش هتقدر تروح للشركة النهاردة لأن عندها مشوار مهم، فبيعزم عليها إنه ياخدها في طريقه. وبيفتكر جيان إنها رايحة تقابل سون، وبيشوفها وهي رايحة لموقع شركته. وطبعا شون مش بتكون عارفة إن ده مكان شركة سون لأنها مش فاكرة مين سون ده أصلا. وبتروح شون لعنوان الشركة ولكن بتستغرب إنها في مكان راقي رغم إنها عارفة إنها شركة صغيرة. وبتدخل وبتتصدم إن مديرها يبقى سون، وبتعرف إنها خدعة وماضت العقد معاه. فبتعرفه إنها تفسخ العقد ده، فبيقولها تمام ادفعي الشرط الجزائي، واللي بتتصدم إنه يبقى 50 مليون، وإن ده رقم كبير جدا. وبتتضايق إنها ما قرتش العقد كويس وإنهم ضحكوا عليها. فبتقرر إنها تشتغل ولكن بتكون مش عارفة تقول لجيان إيه. بتقابلها ليه وبتسألها عن سبب وجودها في شركة سون، فبتعرفها إنه ملهاش دعوة بيها وإنها تبعد عن سكتها وما تبصيش في ممتلكاتي الخاصة. وهنا قصدها على جيان. وبترجع البيت وبتعرف إن جيان سافر، ولكن بتكون مستغربة إنه مقالهاش. وبيرن جيان على بنته تشو يطمن عليها وبيسألها إن كان حد معاها. فبتهز راسها وبتاخد التليفون وبتروح للشن، وبتكون شن في البانيو وبتتخض إن جيان شافها كده وتكلمه وبتسأله
عن ليه ما قالهاش عن سفره، فبيقول لها هاقول لِك بصفتِك إيه، فبتقول له بصفتي مراتك حبيبتك، وبيقول لها ومن إمتى بقى بقيتِ بتحبيني، فبتقول له إن من يوم ما كان عندي 18 سنة وأنا واقعة في دباديبك، فبينحرج جيان وبيقفل المكالمة وبيكون مبسوط من كلامها، ولكن بيتبعت له صورة لشون وهي قريبة من سون بتعكنن عليه وبيفتكر إنها بتخدعه كعادتها، وفي الوقت ده بتكون شون في موقع التصوير وسون مش سايبها في حالها وكل شوية ينطلها فبتزهق منه وبتمشي. بتروح لبيت باباها ومامتها وبتسألها أمها عن إذا كانت كلمت زوجها كم مرة من يوم ما سافر، فبتقولها كلمته مرة واحدة، وبتتفاجئ أمها وبتعرفها إنها المفروض أقل حاجة 3 مرات في اليوم، وده علشان يحس بحبها ليه. وبيرن جرس الباب وبتجري شون تفتح الباب، ولكن بتتفاجئ بوجود سون وبيكون عاوز يدخل لكنها بتمنعه، وإنه تجمع عائلي وإنه مش مرحب بيه، لكنه بيكون غلس وبيدخل. وبيتفاجئ أبو أم شون من وجوده فبتعرفهم شون إنها منعته من الدخول، ولكن دخل برضه وسون ولا كأنه سامع حاجة، وبيروح وبيقعد معاهم على السفرة وبيطلب من أم شون إنها تحط له ياكل، فبتقوله إنه مش مرحب بوجوده، لكنه بيحط لنفسه عادي وبيقرب من تشو وبيكون عاوز يلعبها، ولكن شون بتمسك إيده وبيدخل جيم في اللحظة دي وبتتخض شون لحسن يفهمها غلط، وبتعرفه إنه جه ليهم من غير ما حد يدعيه حتى، وبتأكد أمها كلامها وبتطلب منه إنه يقعد ياكل معاهم، ولكن بيرفض وبيعرفهم إنه جاي علشان ياخد بنته، وبيمشي وبياخد تشو وبيمشي وبتجري شون تلحقهم. كل ده بيحصل وسون بيكون قاعد عادي وبيطلب من أبو وأم شون إنهم ياكلوا، فبيعرفوه إن نفسهم اتسدت، فبيقول لهم خلاص آكل أنا بقى. وبتروح شون مع جين وبتعرفه بموضوع شغلها مع سون وإنهم خدعوها ومضت على عقد فيه شرط جزائي بمبلغ كبير، وعشان كده اضطرت تشتغل معاه، فبيطلع لها الفيزا بتاعته وبيطلب منها إنها تسد الشرط الجزائي لكنها بترفض، وإنه كده كده سون بيكون في الشركة وهي دايما في مواقع بره، وإنهم مش بيشوفوا بعض، وإنه خلاص قربت تخلص من شغله. بتروح شون موقع التصوير وبيلاحقها سون كالعادة وبيحاول يقرب منها لكنها بتصده وبتمثل إن المية وقعت عليه بالغلط، فبيتعصب وبيسيبها وبيمشي، وبيضحكوا زمايلها على اللي عملته فيه، وبيعرفوا إنها رايحة تقابل زوجها في سهرة، فبيجيب لها زميلها فستان، فبتكون محرجة جدا تطلع بيه لأنه جريء، ولكن بيشجعها وإنه حلو عليها. وبيشوفها شيان وبينبهر بجمالها وبتسأله عن رأيه في الفستان، فبيقول لها إنه ماشي حلو، ولكن بتعرف الإجابة اللي عاوزاها من نظرات عينيه. وبيكون العشاء شبه رسمي كده وكانت عايزة تلطف الجو، فبتمثل إنها بتأكله والأكل جه على خده بالغلط، فبتقوله إنها تمسحه، وبتمثل إنها وقعت عليه وبتحاول تقرب منه، ولكن بيدخل عليهم الجرسون وبيفسد الحالة الرومانسية اللي عايشينها، فمش بتعرف تعمل إيه، فبتبعت لصاحبتها فبتعرفها صاحبتها إنها تغري وبتعمل كده، ولكن بيحاول يقاوم ويهرب منها وبيقولها إنه رايح الحمام. بتمشي شون في الشارع وبيشوفها شاب وبيطلب رقمها، ولكن بتعرفه إنها متجوزة، لكنه بيحاول يقرب منها، ولكن بيجي جيان وبيتخض الولد منه لأنه موظف عنده وبيجري من خوفه. وبيرجعوا البيت وتشوف شون صورة للبنت اللي كانت مع جيان في الجامعة، وإن كل أصحابهم كانوا بيقولوا لهم إنهم لايقين مع بعض، فبتتخانق معاه وإنه راح يقابلها من غير ما يقول لها، ولكن بيعرفها إنه كان لقاء شغل وبيوريها صورتها مع سون، فبتعرفه إنها متاخدة من زاوية مبينة إنهم قريبين من بعض وإنها أصلا مش بتحبه، فبيصدقها، ولكن فجأة بتحس بصداع شديد وبيتخطي جيانا عليها، ولكن بتطمنه إنها بخير وإنها شوية صداع وهيروحوا لحالهم. وبيفاجئها بتذكرتين لمعرض تصوير لمصوراتها المفضلة، وبتكون مبسوطة إنه مهتم بيها، وبيبان كده إن المَيّة رجعت لمجاريها ورجعت علاقتهم من تاني. بتروح المعرض معاه وبتكون فرحانة إنه معاها، ولكن بيعكنن عليها دخول سون وبيحاول يكلمها ولكن بترفض تسمع ليه، وبيعرفها إنها ليها سنة بتجري وراه وفجأة كده ما بقتش بتحبه، وبيجي لها صداع من تاني وفجأة كأنها اتحولت لشخصية تانية، وبتقول لسون إنه وسيم وإنها بتحبه،
وبترجع لوعيها تاني وبتبعده عنها، وبيستغرب سون اللي حصل، وبتعمل شون مفاجأة لجيان وبتعترف لي بحبها زي ما اعترفت لي أول مرة، ولكن المرة دي بيرفض حبها ليه، وده لأنه حاسس إنها هتسيبه وتروح لسون، فبتعرفه إنها مش بتحب حد غيره، وإنه كل ما تشوف سون بيجيلها صداع، لكنه مش بيصدقها وبيسيبها وبيمشي. بتحزن جدا سون إن جيان رفضها، وبتروح تسهر مع يون صاحبتها وبتعرفها إنها ما كانتش عارفة فين عقلها لما عملت كده في جيان، وكانت عاوزة تتطلق منه وتروح لسون، وتكون متضايقة من نفسها جدا وبتفضل تشرب لحد ما سكرت، وبتتصل يون على جيان وبتعرفه إن شون شربت كتير وإنه يجي ياخدها، وبيروح لها جيان وشون بتقرب منه وبتقوله إنه شكله حلو قوي زي الولا جوزها، وبتحاول تقرب منه لكنه بيبعدها وبيوصلها البيت، وبتحاول تاني معاه لكن المرة دي مش بيقدر يقاوم وبيحصل بينهم حاجة، وشون بتروح تقابل يون وبتكون محرجة من اللي عملته وإنه ممكن يفتكرها منحرفة، لكن صاحبتها بتفوقها وبتعرفها إنه يبقى جوز. الكوباية بتقع على هدومها فبتروح الحمام تغسل هدومها لأنها وقعت، ولكن في طريقها بتخبط في الشاب وبيكون متخفي وبيقع منه قصة، لكنها بتستغرب إن القصة مكتوبة بخط الإيد، وإن إزاي لسه في ناس بتكتب قصص مصورة بالإيد ومش بتهتم بالموضوع وبتمشي، ولكن وهي خارجة بيطلعوا عليها ناس وبيخطفوها، وبتشوفهم ليه البنت اللي عينيها على جيان، وبتصر إنها تركب معاهم لأنها بتكون مفكرة إن جيان اللي عمل كده ومحضر مفاجأة لشون، وبتكون عاوزة تبوظها لهم، ولكن بتتصدم إنهم مخطوفين بجد وبيكونوا خطفوهم لأنهم مفكرين إن شون تبقى حبيبة سون، وده لأن اللي خطفوهم كانوا بعتوا الشحنة من مصنعهم لسون، ولكن مدالهمش حسابها، فبيقرروا يخطفوا حبيبته، ولكن شون ولي بيحاولوا يفهموهم إنها مش حبيبته ولكن مش بيصدقوهم، وبتعتذر ليه لشون وعن إنها كانت بتلاحق زوجها، وإن مرات باباه هي اللي زقتها عليه عشان تخرب علاقتهم، فبتسامحها شون. بيجيلهم أفراد العصابة وبيطلبوا من شون إنها تكلم سون علشان يبعت ليهم حقهم وإلا هيخلصوا عليها، لكن شون بتتذكى وبترن على جيان وبتكلموا على إنه سون وبتحكي له اللي حصل، فبيفهم جيان وبيكلم الخاطف وبيعرفوا إنه هيجيب له فلوسه، ولكن بيهددوا إنه لو مس شهرية من شون هيمحيه من على وش الأرض، وبيستغربوا أفراد العصابة إن سون وافق على طول، وده لأنهم بيكونوا مفكرينه سون، وبيعتذروا لشون ولي وإنهم ما كانوش عاوزين يعملوا فيهم كده، وإن سون رفض يدوم حقهم، وبيجي جين وبيطمنوا على شون ولكن بيسمعوا صوت الشرطة فبيخافوا الخاطفين، وبيجي سون وبتتخانق معاه شون إنه أكل حق الناس، ولكن بيعرفهم إنه مساعده كان بيسرقوا، وبيعتذر ليهم وبيديهم حسابهم، وبياخد جيان حبيبته شون وبيروحوا بعدها البيت أهل شون وبيطمنوا عليها، والمفاجأة إن بنتهم تشو بتتكلم وبتنده على أمها، وبيكونوا طايرين من الفرحة إن بنتهم اتكلمت، وبتنام شون على نفسها وبياخدها جيان لغرفتها، ولكن بتصحى أول ما بيسندها على السرير وبيكون واقف قدامها وبتسأله عاوز ايه، فبيعرفها ان لمبة اوضته اتحرقت وانه هيخاف يا عيني ينام لوحده وانه ممكن ينام معاها، فبتقوله اللمبة برضه اللي اتحرقت، وبتقرب منه بيكونوا قربوا من بعض وبيوعدوا بعض انهم هيكملوا الباقي من حياتهم سوا، وبيكون كل مشاكلهم اتحلت، ولكن في يوم بيكون شون في فندق مع جيان وبيخبط فيها نفس الشخص اللي خبط فيها قبل كده في الحمام، وبيقع منه برضو ورقة قصة مصورة مكتوبة بخط الإيد، وبتكون مستغربة إن الشخص ده بيظهر ليها دايما، وفجأة بتعدي من قدام أوضة وفي قوة غريبة بتدخلها جوه، وبيكون قاعد سون مستنياه وبيفتكر إنها جات ليه وإنها رجعت تحبه، ولكنها بترفضه وبتتعب وبيجيلها صداع شديد وكأنها بتحاول تقاوم أفكار عقلها، وفجأة بتعترف لسون بحبها ليه، ولكن بترجع لوعيها وبتتخانق معاه. في اللحظة دي بيكون شيان واقف بره وبتيجي الصحافة وبتعرفوا إنهم عرفوا إن مراته شون وشريكه سون موجودين لوحدهم في الغرفة دي، وبيقف شيان مصدوم مش فاهم حاجة، وبتسمع شون صوت الصحافة برا وبتقرر إنها تطلع، وسون بيحاول يمنعها ولكن بتعرفه إنها ما عملتش حاجة غلط عشان تستخبى،
وبتطلع ليهم وبتعرفهم إنها قاعدة هنا مع زوجها شيان وإنها بتحبه هو، وإنها ترفع عليهم قضية بتهمة التشهير بيها. فبيخافوا الصحافة وبيمشوا، وبيفرح جيان باللي عملته وبياخدها وبيمشي، وبيطلع سون بعدها وبيفهم إن خلاص شون مش ليه، وإنها اختارت زوجها شيان حبيب طفولتها. وفجأة بيجي صداع شديد لشون وبيغمى عليها من الألم وبتدخل في غيبوبة. بنعرف الحكاية هنا وإن ليه شون كانت بتتحول لشخصية تانية. بنعرف إن عندها اضطراب هوية، وإنها كانت بتعيش بأكتر من شخصية، وإن الشخص المتخفي اللي بيظهر ليها ده من وحي خيالها، وبتفتكر كل ذكرياتها مع شيان واللي عملته فيه، وإن قد إيه ظلمته. وده لإنها ما كانتش شون حبيبته اللي عرفها واتجوزها، وإنها كانت واحدة تانية. وبتمر الأيام والليالي وشون بتكون لسه ما فاقتش. وفي يوم جميل بياخد جيان شون على كرسي متحرك يفسحها، وفجأة بتصحى وبيفرح جيان إنها فاقت من تاني، وبتعتذر لشون عن اللي عملته فيه وإنها أذته كتير، لكنه بيعرفها إنه مسامحها وإنه هيفضل يحبها طول عمره. ودي كانت قصتنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان في أفلام أجدد وألذ معانا. وبس كده.